عزيزي المستمع، عزيزاتي المستمع، كل أربع حلقة جامعة وحضراتكم معانا والدنيا سمعة. الجريء والطبيب حلقاتنا لمعة، ودكتور أيمن جلهوم هنسعد بحياتنا يوم ورا يوم. ملفاتنا طبية وفيها كل العلوم، ونصايح أسرية تزيح الهموم. عزيزي المستمع، نحن في انتظاركم دائما كل أربعاء وحلقة جديدة من برنامج الجريء والطبيب. بنكمل حلقتنا عن سنة أولى جواز، وبنرحب بضيفنا الدائم الدكتور أيمن جلهوم، أخصائي النساء والتوليد. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا أستاذ أحمد. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن بعض مشاكل الثدي، واتكلمنا عن صغر حجم الثدي وكبر حجم الثدي واختلاف حجم الثديين بالنسبة للفتاة. ورجعنا للسؤال اللي وقفنا عنده المرة اللي فاتت، وبنتكلم عن أورام الثدي. حضرتك ممكن تكلمنا عنها؟ دي من أعلى نسبة أورام على مستوى العالم بالنسبة للسيدات. يعني هو صعب أصلا يصل بالنسبة للفتيات، بس هو موجود بالنسبة للسيدات. هو غالبا على قدر المعلومات ان هو بيحصل دائما او بنهتم بيه بعد سن 35 بالنسبة للسيدة. تمام. يعني هو دايما الست بتبدأ بال40، يعني هو يقول لك بعد ال40 يبقى الفحص بقى ايه، فحص مستمر بالنسبة للحاجات دي. طب احنا ممكن نعلم اخواتنا السيدات كيفية فحص الثدي، ازاي ان هم يفحصوا الثدي بنفسهم علشان يتعلموا يعني كده الطريقة الصحيحة لفحص الثدي؟ هو ده مهم جدا، مهم جدا ان السيدة او الفتاة تعرف ازاي تفحص ثديها بنفسها بدل ما تروح لحد يفحص ثديها، او لو يعني احنا ندور نفحص الذات ازاي عشان لو لقينا حاجة نروح لحد متخصص بالنسبة لفحص الثدي. احنا عندنا حاجتين، يا اما بالنظر يا اما باللمس، وده بيبقى برضه حتى احنا بنبص بالنظر، بنبص للثديين اي اختلاف سواء في الحجم او وجود بروز او ورم او وضوح الاوعية الدموية في واحد عن التاني، وشكل واتجاه الحلمة بيفرق معانا كتير. يعني احنا شكل الحلمة بالنسبة للاتنين وجود ازاي، لو في مشكلة في ناحية من الناحية التانية بيبقى الحلمة بيضغط على الحلمة، بيعمل لها اتجاه تاني خالص غير الناحية السليمة. احنا عندنا حاجتين بالنظر، احنا بنبص على الثديين، نشوف بالنسبة نبص ده بالانثناء للأمام، ونشوف برضو بالنسبة للثديين شكلهم بيبقى ازاي بالنسبة لاتنين زي بعض ولا اتنين مختلفين عن بعض. دي لازم هي فحص الثدي بالمقارنة بين الثدي والثدي الآخر عشان نعرف لو في واحد فيه مشكلة أو ما فيهوش مشكلة. ماشي. بالنسبة للنظر. بالنسبة لللمس، احنا بنضع كف اليد على الثدي وبحركة دائرية كده نشوف أي بروز، أي نتوء، أي حاجة موجودة بالنسبة اللي موجودة تحت الثديين. الحاجة التانية لازم نبص على أي حاجة بالنسبة لتحت الإبط، لأن أي حاجة في الثدي بتعمل تور أو بتعمل حاجة أو بروز بالغدد الليمفاوية اللي تحت الإبط. طب الشيء بالشيء يذكر. عايزين نوضح لأصدقائنا المستمعين إن مش كل أورام الثدي بتبقى أورام خبيثة. احنا عندنا نوعين من الأورام، أورام حميدة وأورام خبيثة، واللي بيحدد الحكاية دي بالتحديد التحاليل الباثولوجي. يتم أخذ عينة عن طريق الدكتور النساء والتوليد أو دكتور الجراحة، ويتم إرسالها إلى المعمل، وعادة ما بتستمر هذه التحاليل لمدة أسبوع أو 10 أيام، فعشان الناس ما تستعجلش النتائج. وهي اللي بتحدد لنا نوع الورم إذا كان خبيث أو غير خبيث، وبالتالي بياخد الدكتور قراره في استئصال جزء من الثدي أو استئصال الثدي كله على حسب حجم الورم. حجم الورم ونوعية الورم. تمام. يعني احنا كده تقريبا كده لمينا موضوع الثدي. لو حضرتك عايز تضيف حاجة يا ريت. اتكلم على حاجة بالنسبة ايه اكتر واحدة معرضة ان يحصل لها لا قدر الله سرطان في الثدي. واخد بال حضرتك؟ عندنا واحد ان احنا مثلا واحدة سبق لها الاصابة بورم خبيث في الثدي، برضه معرضة ان يحصل لها تاني مرة تانية. يعني ممكن الاستئصال ما يكونش كليا، لا حتى لو كان في ناحية مثلا حصل استئصال ممكن يحصل لها في ناحية تانية. يبقى هي كده ده وارد انه يحصل لها من الناس اللي عندهم قابلية لتكوين الأورام. عشان كده دي بتفحص باستمرار وبتعمل اشعاعات الماما باستمرار وتعمل تحليل باستمرار عشان لو اي حاجه اكتشاف مبكر ليه، ان احنا لو كده نبقى نقدر نتدخل. اللي هي دلالات الاورام اللي زي الفا فيتوبروتين والحاجات دي. الفا فيتوبروتين. الحاجه الثانيه عند اصابه احد افراد الاسره، ودي مهمه جدا، العامل الوراثي.
الوراثة. الوراثة مهم جدا، الخالة، الجدة، ايا كان حاجة زي كده مهم جدا يكون وارد خالص انه يحصل لأي واحدة. وده مهم جدا برضو الصنف ده يكون باستمرار يتابع كتحليل وكأشعاعات. يعني الهيستوري بتاع البيشن اللي هو بالظبط، التاريخ الهيستوري المرضي بالظبط. ده مهم جدا. هو التاريخ المرضي بالنسبة للعيلة كمان، للعيلة هو كمان. مش البيشنت ذات نفسه، هي ما بقتش بيشنت اصلا، ما اعرفش ان كان عندها ولا ما عندهاش. تمام. احنا نشوف المعرضة اللي يحصل لها حاجة زي كده. العيلة دي مهم، دي اهم حاجة. اهم حاجة التاريخ العائلي، ان يكون عندها في حد في العيلة ايا كان، اي حد بدرجة القرارة الاولى يكون حصل له ايه، سرطان في الثدي. اي ورم حميد، اي ورم حميد في الثدي من النوع اللي ممكن تحول الى مرض خبيث. دي برضو حاجة من الحاجات. يعني احنا عندنا حاجات مثلا تليفات بتحصل في الثدي، بيحصل في عقد بالنسبة للخلايا اللي هو القنوات اللبنية. احيانا بتتقفل بتعمل زي سبحة كده من العقد الليمفاوية. خدت بالك دي ما بتحولش لورم سرطانية. عشان كده لو حصل حتى تدخل جراحي بنشيلها ونسيب الثدي موجود زي ما فيش مشكلة. هو توضيح برضو للمستمعين ان العقد الليمفاويه ديت احنا بنشوفها دايما لما بيبقى فيه التهاب في الايد او في الرجل، فبنلاقي ان دايما العقد ديت تحت الابط او في الفخذ، فدي شكل العقده الليمفاويه بالظبط، ده شكلها يعني هو عشان بس مع لو هي اختلاف بتتحسن يعني الشكل، يعني تمام. اختلاف بالنسبة للثدي والحاجات دي. حاجة تانية، الثدي الذي أهملت وظيفته اللي هي العانس والرهيبة والحاجات دي برضو ممكن يحصل فيه، وارد جدا انه يحصل ايه، سرطان. بالنسبة لتناول الحبوب منع الحمل المركبة لفترة طويلة، اكتر من 10 أكتر من سنين 10 سنين، زي 12 سنة تمام. باستمرار. الحاجة الأخيرة وجود يعني أي حاجة بقى سرطان خارج الثدي. خد بالك أي حاجة ممكن ينتشر يوصل للثدي، زي الغدة الدرقية وعنق الرحم والقولون والحاجات دي. تمام. وزي برضو ما حضرتك قلت لنا قبل الفاصل، قلت لنا حضرتك ان السيدة اللي بيستمر عندها البريود الدورة الشهرية لأكثر من 50 سنة بتبقى معرضة لأن هي بالظبط، لازم تبقى برضو واخدة بالها من نفسها قوي. اللي فوق 50 اللي بيحصل لها بتجي لها دورة دموية دورة شهرية منتظمة، لازم تدور برضو على سبب، تفحص نفسها كويس قوي عشان خوف من سرطان الثدي. طيب احنا عندنا ظاهرة غريبة جدا في موضوع الجواز، وخاصة سنة أولى جواز. العريس بيبقى ليلة العرس والعروسة ليلة العرس بتبقى في كامل هيئتها وأناقتها، وبتبقى رشيقة جدا جدا جدا. ليه بعد الجواز بنلاقي الراجل طلع له كرش والست أهملت نفسها وبقت بدينة؟ واحنا عايزين نتطرق لهذا الموضوع بشيء من التفصيل، عشان بس اخواننا اللي لسه مقبلين على الزواج او لسه في اولى سنوات زواجهم ما يتعرضوش لهذا الموضوع. هو هيتعرضوا ده حاجة يعني موجودة، وحتى انا موجود. لان هو بقول لك ايه، في الاول كده ما هو بيعملش حاجة، بياكل وينام وما بيعملش حاجة تاني حتى. وبعدين العامل النفسي كمان يقول لك ايه، طب انا هيفرق معايا ايه بقى ان اتخن ما اتخنش، وهي هيفرق معاها ان هي اتجوزت وهو اتجوز. خدت بالك هم هيدنوهم في وش بعض الموضوع ده. يعني مش فارق بقى انها شكلها يبقى وحش شكلها يبقى حلو. هو دايما يقول لك ايه، خلاص انا اتجوزت، وهو يقول لك خلاص انا اتجوزت برضه. الموضوع كده فسببه عشان بس معظم الستات مش عارف هيزعلوا مني ولا مش هيزعلوا، يقول لك والله احنا ما بناكل. ما بتتخانوا ازاي يعني ما بناكلش؟ طب ايه اللي بتخانكوا؟ فين حلة المحشي مثلا؟ يعني ده احنا اساتذه، بريئة من هذا. يعني انا عاوز اقول لحضرتك حاجه برضه، مش عارف الستات هتزعل ولا ما تزعلش. احنا عندنا الستات في المحشي وتفرح قوي وانت بتشوفهم بياكلوا السمك. يعني السمكه اللي بتاكلها واحده ست بتكره نفسها، السمكه ذات نفسها ما بتسيبش فيها حاجه، يعني بتاكلها كلها. اقول لك والله ما بناكل احنا، يعني لموا الاكل كله وخسرتك يا بطني ولا كبده الطبيخ ولا دلق الطبيخ ولا الحاجات دي، وياكلوه. اقول لك والله ما بناكل. لو ضاقت نص الاكل وهي بتطبخ برضه اقول لك والله ما بناكل. يا جماعه هو الاكل السبب الرئيسي للسمنه، السبب الرئيسي الاكل وعدم الرياضه. يعني احنا برضه احنا بناكل ما بنعملش رياضه. يعني احنا دلوقتي لو هنمشي 2 كيلو بناخد يا توك توك يا ميكروباص يا تاكسي، ما عندناش بنمشي، ما عندناش في رياضه. السلم بس، يعني معظم العمارات فيها اسانسير، واللي ما فيهاش بنطلع السلم في ساعه. ما فيش رياضه برضه، ما بنتحركش. يعني نطلع سلمه ونقف، نطلع سلمه ونقف، ما فيش رياضه. ولا ماشي في الشارع. والشغل برضه ما فيهوش رياضه، الشغل احنا قاعدين على مكاتب برضه ما فيهوش رياضه. احنا عندنا بناكل ما بنعملش رياضه. فين في الحالات القليله خالص اللي كان سببها سبب هرموني بالك،
او يعني الحاجات الهرمونيه او الحاجات الوراثيه، مع انه قال لك الوراثه ملهاش علاقه، بس في احيانا تبقى عيله كلها تخينه وكلهم شبه بعض، كلهم تخان شبه بعض كده، فبرضه لازم ما نغفلش جانب الوراثه. في حاجات الهرمونيه بس دي طبعا مش بعد الجواز، ما هي موجوده قبل الجواز، يعني هو اللي نازل تخين هرموني ده تخين من قبل الجواز، انما التخن اللي بعد الجواز ده سببه يا جماعه 99% و9 الاكل، مفيش اكتر من كده. عدى شهر والبنت ما حملتش، والتاني والبنت ما حملتش، عدى 10 شهور والبنت ما حملتش، العيب من الراجل ولا من الست؟ هنعرف الإجابة بعد هذا الفاصل. بألامي والتوه نجوم
حبيب لسه بيسميك حبيب. فاكر ولا ناسي؟ ياما كنت بقاسي. فاكر ولا ناسي؟ ياما كنت بقاسي. حتى مع الأيام الحلوة وقت ما كنت بقابلك فيها كانت الفرحة معاك توحشني قبل ما يجي معاك لياليها. حتى مع الأيام الحلوة وقت ما كنت بقابلك فيها كانت الفرحة معاك توحشني قبل ما يجي بعد لياليها. كنت لسه في الحب بتعلم جديد. ما كنتش أعرف إن القريب منك بعيد. كنت لسه في الحب بتعلم جديد. ما كنتش أعرف إن القريب منك بعيد. يا رايح للي فايت لعيوني سهرانة على الداري. أمانة أوصف له دمع عيوني طول ليلي ونهاري. يا رايح للي فايت لعيوني سهرانة على الداري. أمانة أوصف له دمع عيوني طول ليلي ونهاري. منك كل ده وقلبي اللي حبك لسه بيسميك حبيب. كل ده وقلبي اللي حبك لسه بيسميك حبيب. لسه بيسميك حبيب.
قريب مني يا غربتي وانت بعيد عني بعيد عني يا غربتي وانت قريب مني قريب مني يا حب اقول له يا حب اسامحه ليه يا حب اقول له يا حب اسامحه ليه ده العذاب هو اللي سامحه والسهر هو اللي سامحه ده العذاب هو اللي سامحه والسهر هو اللي سامحه والدموع هي اللي تسامحه يا رايح للي بقيت لي عيوني سهرانة ولا داري أمانة وصف له دمع عيوني طول ليلي ونهاري يا رايح للي بقيت لي عيوني سهرانة ولا داري أمانة وصف له دمع عيوني طول ليلي ونهاري منك كل ده وقلبي اللي حبك لسه بيسميك حبيبي كل ده وقلبي اللي حبك لسه بيسميك حبيبي لسه بيسميك حبيبي. ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنسأل سؤالنا المعتاد، الحمل اتأخر العيب من الراجل ولا من الست؟ خالتي قالت، مامتي قالت، عمتي قالت، لا ده بابا بيقول، ده احنا عيلة بنخلف، لا احنا عيلة ما عندناش مشاكل. هندخل في تفاصيل الموضوع ونعرف ازاي ان احنا نعالج المشكلة ديت بدون إلقاء اللوم على بعض. هنعرف بعض الخطوات البسيطة اللي احنا ممكن نتبعها علشان نعرف أسباب تأخر الحمل. دكتور أيمن، احنا بنرحب بحضرتك مرة تانية في البرنامج وبنقول إن الخطوة الأولى لمعرفة سبب تأخر الحمل هو التحاليل. والله الموضوع بسيط يا أستاذ أحمد، الموضوع مش عاوز الكلام ده كله من الناس يعني، ولا ده قال ولا ده قال، هو بيعمل قلق. وتيجي الاتنين يقعدوا قدامك يقول لك والله احنا مش قلقانين، اقول لهم والله انتوا قلقانين. تمام. حتى لو انتوا مش قلقانين الجماعه اللي حواليكوا قلقانين، مامتك، بابايا باباك، خالتك، حسب الاسره ذات نفسها يعني. ومين اللي بيدور؟ وفي ناس بتدور اقول لحضرتك حاجه يعني، في ناس بتحبنا قوي وخايفه علينا، وفي ناس شمتانه فينا قوي وعشان احنا ما خلفناش او احنا اتاخرنا في الحمل. طب ما احنا نقطع عن كل الكلام ده ونقطع الطريق على الكل، سواء اللي بيحبنا او بيكرهني، واشوف نفسي انا حتى من اول الجواز يعني. حتى من اول، انا ما بقولش احنا بندور احنا خلفنا ما خلفناش، انا من اول الجواز اعرف نفسي داخل على ايه، وانا ايه لو عندي مشكله وما عنديش مشكله، والست او المدام عندها مشكله ما عندهاش مشكله، بهدوء ومن غير اصلا ما نوصل لاي حد يتكلم علينا. هي كل الحكايه الموضوع بسيط جدا، ان انا اولا نبدا بالزوج. يعني لما تيجي لي واحده قعدت شهرين 3 برضه مش بتكلم على انها تحمل وما تحملش. تمام. احنا قبل بس ما ندخل على الزوج او الزوجة عايزين نقول بس معلومة، ان زي ما حضرتك قلت لنا قبل كده ان احنا مفيش قبل سنة، لان احنا بنقول قبل سنة يعني انت لسه ما قلعتش البيجامة زي ما بنقول كده بالبلدي. ما انا عاوز اقول لحضرتك حاجة، انا مش قبل سنة لما ادور على الحمل. تمام. لا قبل سنة، لا، ما انا ممكن قبل سنة اعرف ان انا في عندي مشكلة وما عنديش مشكلة، هي عندها مشكلة وما عنديش مشكلة، واسيب نفسي للسنة. انما مش هقعد سنة وبعدين من غير ما اعرف ان انا في مشكلة ومش مشكلة. السنة دي بداية من السنة كده انا اتأخرت بقى. هبدأ اشوف لو انا حتى لو انا سليم من الاول وفي مفيش حمل، هدور بقى ايه سبب ان مفيش حمل. انا كل الحكاية في الاول هو الموضوع بسيط زي ما قلت لك، ان احنا بنعمل تحليل سائل منوي للزوج. خد بالك الاول مبدئيا يعني بتجي لي واحدة في الفترة دي ولا بس نعمل تحليل للزوج، والله هو كويس خلاص بنركن الزوج كده انتهى، خلاص كلام ما انتهى،
انت كويس يا حبيبي خلاص وهيحصل حمل. بنشوف الزوج برضه بنعمل لها تحاليلها، بنعمل لها اشعتها، بنشوف والله انت كويسه ولا مش كويسه. انت كويسه وهو كويس، محدش بيتكلم يا جماعه قبل سنه. تمام. قبل سنه يحصل في اي وقت. والله في مشكله في حد من الاثنين، بنعالج المشكله اللي موجوده في حد من الاثنين. طيب احنا دلوقتي علشان نبدأ ناخد مشكلة الزوج كده بشيء من التفصيل، هنبدأ نقول ان مبدئيا تحليل السائل المنوي ليه شروط. اول شرط من شروط السائل المنوي، لابد ان قبل عمل التحليل 3 ايام مفيش لا جماع ولا استحلام. اذا حصل جماع او استحلام بنبدأ نعد تبدأ 3 جديد تاني طبعا. نبدأ نعد 3 ايام من اوله طبعا. ليه؟ علشان تطلع العينة طبيعية جدا جدا جدا. ولو جينا بقى نتكلم في السائل المنوي علشان ناخد معلومات ولو مبسطة عنه، نقول إن السائل المنوي بيتحلل ب3 طرق مختلفة، كل طريقة ليها معنى عندنا. أول معنى عندنا حاجة اسمها الفيزيكال اكزامينيشن أو التحليل الفيزيائي أو التحليل برؤى العين. فهنقول إيه هي التحاليل اللي بتتعمل فيزيكال اكزامينيشن اللي هي التحليل برؤى العين. نبدأ نتكلم عنها ونقول بتفيد في إيه؟ في معرفة قدرة هذا الرجل على الإخصاب. هو كل حكايه انها بنبص على اللون، لون السائل المنوي اللي هو لونه بيبقى ابيض الكريم كده، كريمي كده. تمام. بنشوف الريحه. الريحه يعني الريحه دي بتبقى زي ريحه الخميره، الادور، الخباز كده. تمام. لو في حاجه بقى مختلفه، لو اللون بقى مختلف، اللون فيه احمر مثلا يبقى في مشكله، يبقى في نزيف مثلا. اللون غامق او ريحته وحشه يبقى في صديد. الحاجات دي اللون والريحه. تمام. وفي برضو الموتيليتي بتاعته اللي هي اللزوجة بتاعت السائل المنوي نفسه، دي في بعض الأحيان يعني المفترض إن هي الوقت الطبيعي بتاعه في حدود تلت ساعة. تمام. طب بتحول لسائل بعد تلت ساعة. بتحول لسائل من الحالة اللزجة إلى بالظبط بعد تلت ساعة. ثم بعد كده بنتحول اللي هو التحليل الكيميائي أو الكيميكال اكزامينيشن، التحليل الكيميائي بتاعه. فإحنا بندور على إيه في الكيميكال اكزامينيشن برضه إحنا عاوزين نقول حاجة قبل ما ندخل في الكيميكال اكزامينيشن. زي ما قلت لحضرتك الجماع بنقعد 3 ل5 ايام يعني. تمام. 3 ل5 ايام. المهم ما نعديش 7 ايام. تمام يعني. برضه اقول لك طب ما احنا نعملها بعد 7 ايام، ده خطأ شائع جدا. تمام. يمكن يكون العدد بقى كتر والحيوانات كبرت ونشوف بقى على اهميتها. لا، هي اصلا ما هي العدد بقى كتير جدا بس كغثاء السيل ملوش لازمه خالص. طب الحيوانات كبرت ما انتش غير قادره على الاخصاب. دي برضه خطأ شائع ان احنا ممكن نعمل في اي وقت. لا، ما ينفعش في اي وقت لانك انت دي حاجه محدده. ما ناخدش اي مضادات حيويه قبل التحليل لانه ممكن ياثر برضه على طبيعه التحليل بالسلب او بالايجاب. يعني ايه زي ما قلنا برضه عدم الجماع او اللي هو ما تزيدش عن الاسبوع يعني ان شاء الله. تمام. وبرضه قبل ما ندخل برضه على ما ناخدوش بعد الجماع على طول. تمام. بعد الكيميكال اكزامينيشن برضه نوضح ان طريقه اخذ العينه بالطريقه الصحيحه هي طريقه الجماع الكامل. يا اما حضرتك لو ان العياده مجهزه او المعمل مجهز بمكان للجماع، يا اما يكون في البيت بس يكون العينه توصل في خلال التلت ساعه لمعمل التحاليل. بس المشكله برضه في حكايه الجماع ان المشكله ممكن يتلوث بالافرازات المهبليه. يعني ممكن تلاقي حاجه تانية خالص، حتى لو هيسحب هياخد العينه برضه ممكن يتلوث بالحاجات ما هي برضه الفكره ان البديل بتاعها الماستربيشن او العاده السريه. المشكله ان هو برضه بيعمل احتقانات في الخصيه فبيزود نسبه الباد سيلز اللي هو الصديد، فبيبدا يدينا رقم غير حقيقي. يعني هو افضل طريقه هو طريقه الجماع، يا اما طريقه استثاره الرجل عن طريق الزوجه عشان بس دايما بيبقى الزوجه معاه في تمام يعني. تمام. طب الكيميكال اكزامينيشن نرجع ليه تاني ونقول ان ده تحليل. احنا بنعمل التحليل السكر، بنعمل تحليل نتاكد من نسبه البروتين في العينه. بنشوف اذا كان في اسيتون. لسه ما دخلناش على الميكروسكوب اكزامينيشن لان الحاجات دي كلها، لان لو في سكر واخد بال حضرتك ولو في نسبة بروتين مش متناسبة مع العينة بتعمل إعاقة وبتعمل موتيليتي، بتعمل لزوجة عالية فبتسبب إعاقة حركة الحيوان المنوي داخل المهد. ندخل بقى للجزء الأخير والجزء الأهم اللي هو بيهمنا قوي في التحليل اللي هو الميكروسكوب اكزامينيشن اللي هو التحليل الميكروسكوبي. بنشوف فيه إيه وبيدل على إيه. يعني إحنا حضرتك أول حاجة نتكلم على الكاونت اللي هو العدد. ايه العدد الطبيعي بالنسبه والله في اختلافات في الاعداد. يقول لك من 40 ل 180 مليون.
اقل من 20 ما ينفعش. هو بقول لك من 40، وبدا من 40، فاقل من 20 يبقى من 20 ل 180. برضه بتعتمد، برضه ما بتعتمدش على العدد قوي. ده العدد ده عامل من كاجراء. العوامل. ده عامل من العوامل. عامل من العوامل. عامل من العوامل. تمام. بعد كده بنتكلم على الابنورمال فورم او الشكل الغير طبيعي للحيوانات المنويه. ايه الرقم المسموح به برضه؟ والله هو قال لك اكتر يعني 50%. برضه بتعتمد على العدد الكلي. ما انت ممكن 50% من ال 20 مليون يبقى انت دخلت في 10 مليون، الموضوع مش نافع. 50% من 180 مليون ما تكون لا 90 مليون كويسين، ما هياش مشكله. تمام. وجود الباسلز الصديد او الار بي سيز الكرات الدم الحمراء في العينه بتعيق حركه الحيوان المنوي، فبتسبب. لا، ده هي ممكن تموته كمان. هي الخلايا الصديد ممكن تموت الحيوان المنوي، مش تعيق حركته بس. العائق اكتر الحركه اللي هي طبعا حضرتك عارف اللي هي اللزوجه، دي العائق الاكبر للحركه. انما كصديد، انت صديد ده حاجه مش طبيعيه. ده حاجه مش طبيعيه. لو اكتر من 10 بالهاي باور فيلد بتبقى ايه، بتدي بقى يا اما تعمل مزرعه يا اما تدي مضادات حيويه ليها يعني. تمام. يبقى احنا كده غطينا تقريبا معظم الحاجات اللي تخص السائل المنوي. حضرتك تحب تضيف حاجه لما ننتقل للسيده او الزوجه؟ حضرتك تحب تضيف حاجه في احنا كده اتكلمنا عن اللزوجه، واتكلمنا عن الخلايا الصديد، كلام خلايا الدم الحمراء يعني في صديد، يعني في مشكله. خلايا الدم البيضاء برضو اللي بقى فيه التهابات. اللي هو درجة الحموضة، احنا قلنا درجة الحموضة دي نقطة مهمة جدا. لأن سبحان الله يعني للخالق يعني حكمة في ذلك، إن البول حمضي. أيوة. وسائل منوي قلوي يعني. ده من حكمة ربنا. لذلك هو لما بينزل على المهبل بتاع السيدة بيقابل وسط حمضي، فبيعمل حاجة اسمها تعادل، فيقوم يدي حرية لحركة الحيوان المنوي. ودي من حكمة ربنا وقدرته في خلق الإنسان. انت تعرف برضو المشكلة من المشكلات دي استخدام الواقي الذكري بالنسبة للزوج. ده بيعمل التهابات شديدة جدا بالنسبة للزوجة، بيعمل لها تآكل في جدار المهبل والعنق الرحم. ليه؟ ما احنا زي ما حضرتك قلت دلوقتي، اولا السائل منوي قلوي، والسائل اللي بيطلع من الانثى حمضي. فانت اصلا المفروض الاثنين ما بيقابلوا بعض، والاثنين بيتعملوا معادله او تعادل. ده انا بعيد عن الايه، بعيد عن الحيوان المنوي. انا ما بتكلمش دلوقتي على الحيوان المنوي يبقى كويس ولا مش كويس، انا بتكلم على الوسط ذات نفسه، الفيلد ذات نفسه بالنسبه للايه، للمهبل او العنق الرحم. ده بيعمل تآكل لانك بتنزل حمض من المراه وما بيقبلهاش القولوي. فمعظم الستات اللي بيحصل لها التهابات شديدة خالص في المهبل أو في عنق الرحم، معظمهم لو سألت هتلاقي الزوج بيستخدم الواقي الذكري. وده سبحان الله ده حاجة من عند ربنا مش بتاعتنا يعني. تمام، حكمة ربنا. طيب احنا كده خلصنا التحليل بتاع الزوج. وزي ما احنا قلنا ان دايما الزوج بيبقى مشاكله قليلة لانه هو وان واي، طريق واحد بس. اما بقى الزوجة فهنبدأ بقى نتكلم عن ايه هي الحاجات اللي بتبقى عند الزوج. احنا هنتكلم بس عن ايه اللي يعمل لنا مشاكل بالنسبة لتحليل الزوج. يعني ايه اللي يقلل حيوانات منوية، ايه اللي ممكن يخليه مفيش خالص حيوانات، زي ما حضرتك قلت اللي هو الازوسبيرميا او الاوليجو اللي هو تبقى قليلة، او الاثينوزوسبيرميا اللي هي تبقى حركتها ضعيفة. احنا عندنا زي ما قلت لحضرتك، عندنا المصنع اللي هي التستس او الخصيتين، وعندنا الطريق. تمام. الحبل المنوي. اي مشكله في الحاجات دي يعني، انا زي ما قلنا مش لازم انا اعمل ازوسبيرميا بالنسبه للتحليل وما يكونش في جوه. تمام. ممكن يكون في جوه بس ما بيطلعش. حاجه واقعيه جدا. تمام. فاحنا عندنا المصنع والعربيات اللي بتوصل. تمام. او الطريق اللي احنا بنمشي عليه. المصنع ممكن يكون فيه مشكله، المصنع ده فيه تهتك في الخصيتين، او حصل عمليات جراحيه قبل كده اثرت على الخصيتين، او الخصيه المعلقه اللي ما نزلتش، او بالنسبه للاطفال الحاجات دي المصنع بايظ، المصنع المعدات بايظه، مش هيصنع للخصيه فما مش هيصنع شحنات منويه. تمام، ما بتنتجش. او عندنا الحبل المنوي او البربخ، الحبل المنوي ما يكون فيه مقفول الحبل المنوي، يبقى انا الطريق ذات نفسه مش مطلع بس فيه حيوانات منويه. عشان كده هم دايما في مراكز الخصوبه ما بياخدوش في التحليل قوي، ما هو ممكن ياخد عينه من الخصيه ذات نفسها يشوف فيها حيوانات منويه ما فيهاش، لو في بياخد منها حيوانات منويه، لو ممكن يصلح، ما ممكن نعمل عمليه جراحيه لو العيل صغير عنده هرنيا ولا حاجه قبل كده الفتق، ممكن ياثر على الحبل المنوي. ده عادي جدا، ممكن يتقطع الحبل المنوي ما يوصلش حيوانات منويه، فتبقى في الخصيه المصنع شغال بس انا الطريق اللي موصل مش موجود، فبيحصل ممكن اخد عينه من الخصيه. ده لو الامور تأزمت يعني بعد الازوسبيرميا ما بقولش لا
لا، باخد عينه من الخصيه نوضح وبشوف بس فيه. للمستمع بس عشان اللي ما كانش سمعنا الحلقات اللي فاتت، ان الازوسبرم ده ان الزوج او الرجل يعمل تحليل سائل منوي، فاحنا نلاقي ان العدد تحديدا 0، يعني ما فيش اي حيوانات منويه طلعت. وقلنا ما نربطش ما بين ان ما فيش حيوانات منويه وما بين الانزال، لان الانزال ده بيحصل من التستس البروستاتا. البروستاتا يعني الانزال بينزل، اما الخصيه نفسها هي اللي بتفرز الحيوان المنوي، علشان بس نربط ما بين الكلام بتاع الحلقات السابقه والحلقه اللي احنا فيها. طيب وبعدين في حاجه تانية، ممكن ما يكونش في حبل منوي اصلا، يعني حاجات عيوب خلقيه، عيوب خلقيه او انسداد خلقي ما فيش، وندور على جوه. تمام عادي ان شاء الله. طيب قبل ما ننتقل للسيدات ونشوف مشاكل السيدات، هنطلع هذا الفاصل. عيناك ليالي صيفية ورؤى وقصائد وردية، عيناك ليالي صيفية ورؤى وقصائد وردية، ورسائل حب هاربة من كتب الشوق المنسية، ورسائل حب هاربة من كتب الشوق المنسية، عيناك ليالي صيفية ورؤى وقصائد وردية ورؤى